لو معاك 10 ملمات الصقر 1980 فدي سعرها يا جماعة عامل 50,000 جنيه. أيوه زي ما سمعت كده، لو معاك 10 ملمات وعلى الوجه رسمة الصقر ومن ورا 10 ملمات لسنة 1980 فدي سعرها وصل يا جماعة ل50,000 جنيه. بس محدش يجيب لي داخل الفيديو ويصور لي 10 ملمات سنة 1973 ملهاش أي لازمة، كلامي واضح. أو حد يقول لي تاني أنا معايا 2 قرش سنة 1980 برضو ملهاش أي لازمة. العملة المطلوبة لابد ان هي تكون 10 ملمات وعلى الوجه صقر زي ما انتم شايفين، وادي اثبات للعملة، وفي الظهر 10 ملمات لسنة 1980 ميلادية 1400 هجرية. العملة ديت يا جماعة لو معاك هي اللي سعرها عامل 50,000 جنيه. لو معاك ارسلها لي حالا، والارقام موجودة في التعليقات على قناة اليوتيوب، وهقول لكم كمان على 4 اماكن لبيع العملة في اخر الفيديو. بس بطلب من حضرتك لو انت اول مرة لسه بتشوفنا على القناة ان انت تعمل لنا اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس لو انت بتشوفنا على اليوتيوب. اما لو انت بتشوفنا على الفيسبوك فتعمل لنا لايك وشير ومتابعه. كمان الناس اللي بتشوفنا على الفيسبوك لو عاوز ارقام الواتس موجوده على قناه اليوتيوب الربح المضمون، تقدر تاخدها من هناك. ونخش دلوقتي جوه الفيديو. ورجعنا لكم يا جماعة تاني من جديد. النهاردة هنتكلم عن 10 ملمات الصقر 1980. ايه الاسباب اللي خلت هذه العملة يوصل سعرها ل50,000 جنيه؟ حاجات كتير يا جماعة خلت العملة ديت نادرة وشحيحة ومش موجودة خالص، بسبب ان حصل فيها خط صق. العملة ديت 10 ملمات الصقر 1980 هي عملة وزنها 3.4 جرام. 3.4 جرام. القطر بتاعها 22 ملي. القطر بتاعها 22 ملي. العملة ديت اللي مخليها نادرة ومش موجودة ان حصل فيها خطأ صك. ايه خطأ الصك اللي حصل في العملة خلى العملة ديت نادرة وشحيحة ومش موجودة؟ العملة دي تم صك منها كميات قليلة جدا، بسبب ان العملة اللي كانت متداولة ساعتها تبع منظمة وزارة الزراعة، منظمة الفاو، اللي هي بتاعة التقدم الريفية، دي اللي كانت مسكوكة في سنة 1980، وكان مفيش صقر على العملة، ولكن بالخطأ تم صك مجموعة من العملات عليها الصقر وفي الخلف بتاعها 1980. وهذه العملات ليست بالقليلة ولكن نادرة جدا، وهي دي اللي خلت العملات دي مش موجودة والناس كلها بتدور عليها، ووصلوا سعرها ل50,000 جنيه. كل اللي يهمني يا جماعة ان انا اقدر اقوله لكم ان عملة الصقر 1980 هي دي النادرة. فما فيش واحد يطلع لي في قلب الفيديو ويقول لي انا معايا الصقر 1973. دي كل الناس معاها 1973 وفيها ملايين العملات، فمحدش يقول لي معايا 73. او واحد يقول لي انا معايا 2 مليم 1980. لا، انا المطلوبة 10 ملمات الصقر 1980 هي دي العملة النادرة. وعشان ايه اللي مخليها نادرة؟ لان كان فيها خطأ في الصك. العملة النادرة وبيوصل سعرها لمبالغ كبيرة جدا زي 50,000 جنيه لان فيها خطأ في الصك. في عملات منها قليلة جدا في مصر، عشان كده هي اللي مخليه سعرها غالي جدا جدا جدا. انا كده يا جماعة انا خلصت. طب العملة دي لو معايا انا ابيعها فين؟ والعملة دي لو معاك هتبيعها في 4 اماكن. اول مكان تقدر تبيع عليه العملة ان انت ممكن تبيعها على مزادات في جروبات على الفيسبوك، وهسيب لكم روابط الجروبات ديت اسفل الفيديو. تاني حاجة ممكن تبيع فيها العملة في الاماكن اللي هي في الاسواق الحرة اللي تقدر تبيع فيها العملة. وعندنا مكانين مهمين جدا في مصر تقدر تبيع فيهم سوق كبير جدا. اول سوق عندنا اللي هو سوق ديانة بجوار سينما ديانة، والسوق دهوت في شارع الألفي. والسوق دهوت بيبقى في وسط البلد وبينعقد كل يوم سبت من 8 صباحا حتى 4 مساء. السوق دي لو معاكوا العملة ديت ورحت هناك 1000 واحد هياخدها منك. كذلك في الاسكندرية فيها سوق كبير برضو عند كافيه صيام، وفي ميامي في منطقة ميامي، وهسيب لكم العناوين بالتفصيل اسفل الفيديو. فعشان كده بطلب منكم الاشتراك في قناة اليوتيوب عشان اسيب لكم كل التفاصيل، سواء اللي هي الخاصة بالفيسبوك او خاصة بالاماكن البيع. تالت مكان اقدر ابيعها فيه ابيع عبر المنصات الالكترونية او المتاجر الالكترونية اللي موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي وموجودة على الانترنت. زي ايه مثلا؟ عندنا موقع يسمى موقع اي باي. هذا الموقع مخصص لبيع العملات ومشهور ببيع العملات القديمة والنادرة. كذلك موقع علي اكسبريس وموقع جوميا وموقع امازون. كل هذه المواقع
وتقدر تبيع من خلالها. رابع مكان ان انا اقدر ابيعها على اوليكس. اوليكس برضو في مخصص فيها فئة لبيع العملات القديمة والندر. اللي اقدر اقوله لك دلوقتي، لو انت عجبك الفيديو تعمل لنا لايك وشير وتعمل لنا اعجاب بالقناة عشان كل الناس تستفيد وكل الناس العملات كلها تبدأ توصل لهم. وممكن يكون انت معاك عملة جميلة جدا في قلب بيتك وانت مش عارف ايه قيمتها، انا اقدر اعرفك الفترة اللي جاية ديت اسعار العملات وقيمتها وكمان اماكن بيعها. بس كل اللي انا بطلبه منك ان انت تعمل لنا اعجاب بالقناة وتفعل زر الجرس لو انت بتشوفنا على اليوتيوب. اما لو انت بتشوفنا على الفيسبوك فتعمل لنا لايك وشير ومتابعة. اما لو انت بتشوفنا على التيك توك فتعمل لنا متابعة واعجاب عشان يوصل لك كل جديد وجديد، وتخش من خلال قناتنا على التيك توك على قناتنا على اليوتيوب وتعمل لنا اعجاب بالقناة وتعمل سبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد وجديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.